تسعة، مستعينا بالبيانات الواردة في الجدول 1/2 أجب عما يأتي. ثابت الجاذبية G تساوي 6.67 في 10 أس سالب 11 نيوتن في المتر تربيع في الكيلوغرام أس سالب 2. ألف، احسب جهد الجاذبية عند سطح الأرض من خلال قانون جهد الجاذبية. فاي تساوي سالب G M كابيتال على R. نقوم بالتعويض. الثابت G 6.67 في 10 أس سالب 11 ضرب الكتلة M وهي كتلة الأرض 6.0 في 10 أس 24 تقسيم R وهو نصف قطر الأرض 6400 في 10 أس 3 بعد التحويل إلى وحدة المتر. بالآلة الحاسبة فإن جهد الجاذبية يساوي سالب 6.3 في 10 أس 7 جول في الكيلوغرام أس سالب 1. ب، احسب جهد الجاذبية عند سطح القمر باستخدام قانون جهد الجاذبية. فاي يساوي سالب G M كابيتال على R. ثم نقوم بالتعويض. الثابت G 6.67 في 10 أس سالب 11 ضرب الكتلة M وهي كتلة القمر 7.3 في 10 أس 22 تقسيم R وهي نصف قطر القمر 1724 ضرب 10 أس 3 وذلك بعد التحويل إلى وحدة المتر. بالآلة الحاسبة فإن جهد الجاذبية عند سطح القمر يساوي سالب 2.8 في 10 أس 6 جول في الكيلوغرام أس سالب 1. جيم، أي بئر جهد أقل عمقا الأرض أم القمر؟ ارسم مخططا مشابها للشكل 1/6 لمقارنة بئري الجهد للأرض والقمر. عند رسم بئر جهد كل من القمر والأرض فإننا نرسم العمق بناء على الكتلة كما هو موضح في الشكل، وبناء على ذلك فإن بئر جهد القمر أقل عمقا من بئر جهد الأرض. د، استخدم مخططا لشرح سبب وجود حاجة إلى صاروخ كبير لرفع مركبة فضائية من سطح الأرض في حين يمكن أن يستخدم صاروخ أصغر بكثير للانطلاق من سطح القمر. يعود السبب في ذلك لأن بئر جهد القمر أصغر بكثير من بئر جهد الأرض، لذلك لا يحتاج الصاروخ الذي ينطلق من سطح القمر إلى حمل كمية كبيرة من الوقود للخروج من هذا البئر. 10. أثناء عمليات هبوط المركبات المأهولة على سطح القمر في الستينيات دارت مركبة القيادة للقمر الصناعي حول القمر في مدار إهليلجي بارتفاع أقصاه 310 كيلومتر فوق سطح القمر، في حين هبطت المركبة القمرية على سطح القمر. ألف، لماذا كانت طاقة وضع الجاذبية لمركبة القيادة تتغير في مدارها؟ اشرح إجابتك. يختلف نصف قطر مدار مركبة القيادة حول القمر، ونقصد هنا المدار الإهليلجي، فكلما اقتربت من القمر كانت في موضع أعمق في بئر الجهد وكان جهدها أصغر، وبالتالي فإن لها طاقة وضع جاذبية متغيرة. ب، احسب أكبر فرق لجهد الجاذبية بين سطح القمر وموقع مركبة القيادة. نكتب معطيات السؤال. R1 هو نصف قطر مدار القمر ويساوي 1740 كيلومتر. نقوم بالتحويل إلى وحدة المتر بضرب الرقم في 10 أس 3 فيظهر يساوي 1740 في 10 أس 3 متر. وR2 هو أقصى ارتفاع في المسار الإهليلجي من مركز القمر ويساوي R1 نصف قطر القمر زائد 310 كيلومتر وهو أقصى ارتفاع من سطح القمر. نقوم بالجمع. 1740 زائد 310 يظهر أقصى ارتفاع في المسار الإهليلجي من مركز القمر
يساوي 2050 كيلومتر. ثم نقوم بالضرب في 10 أس 3 للتحويل إلى وحدة المتر. ثم نحسب أكبر فرق لجهد الجاذبية. دلتا فاي يساوي جي ام 1 على R1 ناقص 1 على R2. ثم نقوم بالتعويض. الثابت جي 6.67 في 10 أس سالب 11 ضرب الكتلة M وهي كتلة القمر 7.3 في 10 أس 22 في 1 على R1. R1 1740 في 10 أس 3 ناقص 1 على R2 وهي R2 أقصى ارتفاع 2050 في 10 أس 3. بالآلة الحاسبة فإن أكبر فرق لجهد الجاذبية دلتا فاي تساوي 4.2 في 10 أس 5 جول في الكيلوغرام السالب 1.